اهلا وسهلا البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتمام الصحه والعافيه. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. اليوم البنات غادي نوجد معكم واحد الساندويشات هكا ينفعوكم في رمضان. ساندويشات بمكونات اللي بسيطه بزاف، وكيجيو البنات لذاذ وكيجيو شي حاجه اللي زوينه بزاف. وغادي نوجدوهم البنات بواحد هكا بواحد الخبيزات اللي كيجيو فحال البطبوط. و... ولكن البنات كيكون زوين وكيجي هكا هشيش وكيجي مهوي من الوسط وخفيف. وحتى الحشوه البنات راه جد اقتصاديه، ينفعوكم هكا مع هكا في رمضان. هكا ديروهم كسندويشات او كشي حاجه اللي مالحه تتحط في الطبيله. غير تبعوا معايا البنات المقادير والطريقه ديال التحضير، واكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. حيت الصراحه تيستاهلوا وكيجيو لذاذ بزاف. هنا البنات غادي نبداو على بركه الله. باش غنحضروا البنات هاد الخبيزات اللي كيجيو كيف ما قلت لكم مهوين من الوسط وكيجيو فنين البنات. غادي نحتاجوا هنايا هنا خديت واحد 2 كيسان ديال القمح او الفينو كما كتشوفوا معايا، العبار بكاسه العنبه. وغادي ناخذوا البنات واحد 2 كيسان ديال الفورص اولا الدقيق، الفورص صلب ولا فرينه. انا البنات هنا متوفر عندي الفورص الحرش هو اللي درته. وهنا البنات غندير واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون. وغادي نضيف البنات هنايا واحد المعلقه ديال الخميره، معلقه هكا صغيره. كيف ما كتعرفوا راه دابا الحال بارد، معلقه شويه صغيره ولكن معلقه صغيره ولكن عمرتها. ضفت فيها واحد شويه ديال الماء باش هكا نخلي وغادي نخلي هذيك الخميره ديالي كتذوب. وغادي نضيف هنا واحد شويه ديال الملحه وواحد المعلقه ديال العسل. الا ما متوفرش البنات العسل ديروا معلقه ديال هكا معلقه ديال السنيده. صافي هنا البنات غادي نخلط هذيك الخميره من بعد ما دابت ليا مع الماء صافي. وغادي نخليها، غادي نضيفها مع العجينه وغادي نخليها هكا العجانه تعجن ليا كلشي البنات صافي. وهنا البنات غادي نضيف الماء البنات من بعد ما غادي تضيفوه. القوام ديال العجينه البنات ما تكونش العجينه جاريه بزاف، هي غير تكون خفيفه. حيت كون ما كانت البنات خفيفه كما كتشوفوها هو القوام ديالها خفيفه البنات خاصها تكون تتلصق لينا في الايد. حيت كون ما كانت البنات العجينه خفيفه كل ما كيجينا عفوا هذاك الخبيزات او دوك البطيبيطات كيجيونا البنات مهوين من الوسط وخفيفين، ما كتجيناش فيهم البابه. وسيرتو انكم نتوما البنات ما غاديش تغلطوهم. انتم غادي تشوفوا معايا هنايا كيفاش غادي نديروا اليوم باش ما غيجيوناش هكا غلاط زعما ما غادي نديرهم صغار وغادي نكرسوهم مزيان. هنا البنات من بعد ما كتعجن لنا العجينه مباشره باش ما كنخليوهاش تخمر مباشره. مثلا الا عجنتو في القصريه من القصريه غادي تهزوا هذيك العجينه ديالكم غادي تحاولوا غير تجمعوها كما درت انا. وهنايا البنات انا عبرتهم، درت كل وحده درت فيها واحد 80 غرام، من 80 غرام حتى 90 غرام. هنا خرجوا لي البنات 9 ديال الخبيزات صافي. هنا كما كتشوفي غادي نعبرهم هكا بالميزان. الا ما بغيتوش تعبروهم البنات كديروا عندكم ميزانكم، غير انا هكا عبرتهم باش كيجوني تقاده وحده والعجينه هكا تكون كافياني باش انني ندير مثلا واحد الكميه صافي. هنا تنعبر صافي وغادي نستمر هكا بنفس الطريقه. من بعد ما غادي نعبرهم كاملين البنات غادي نحطهم جانبا كما كتشوفوا معايا. وغادي ناخذ هكا الدقيق ديال القمح او الفينو. هو اللي هو الناس فاش كتقرصوا به كتجيكم هكا هذوك الخبيزات كيجيوكم حرشين من برا احسن ما انكم ديروا الفورس صافي. غنستمر بنفس الطريقه وغادي غادي نبدا هكا نشكلهم هكا بشكل بيضاوي كما كتشوفوا. ها نتوما شوفوا معايا بهذه الطريقه كنحاول انني نجمع الجوانب صافي. وكنقرص هذوك الخبيزه ديالي كما كتشوفوا معايا من الوسط وغادي نجمعها هكا مزيان.
وكتستعنوا هكا بالفينو صافي. وغادي نبدا كنحطهم جانبا. هانتوما شوفوا البنات الشكل ديالها بيضاوي صافي. غادي نحطها جانبا وغادي نستمر هكا بنفس الطريقه، نجمع الاولى والثانيه وغادي نستمر هكا حتى غادي نكملهم البنات كاملين. البنات كما كتشوفوا معايا من بعد ما كنكملهم كاملين نخرجوا ليا 9 ديال الحبات صافي. هنا كنبدا كنقرصهم، كنخليهم غير كيرتاحوا واحد 5 دقائق وكنبدا نقرصهم هكا مباشره. هما اصلا تيكونوا رطبين صافي. من بعد ما قرصتهم البنات كاملين شوفوا راه كان هذا هو الشكل ديالهم. درت لهم هكا واحد الزبيف وغادي نخليهم كيخمروا المده ديال واحد 40 دقيقه ولا نص ساعه. وما كنخليش لهم البنات حتى كيفوتوا في الخميره، غير نشوفهم انهم خمروا صافي. واحد كيف ما قلت لكم واحد نص ساعه ولا 40 دقيقه صافي. غادي ناخذ المقله ديالي كتسخن وغادي نبدا كنطيبهم. شوفوا البنات الطيب ديالهم باش يجيوكم منفوخين. اين فوا تحطوها دغيا تتقلبوها، ما تخليوش تتحمر من التحت. الا خليتوها تتحمر تتقصاح وما كتنفخش معاكم. اين فوا كترميوها بحال الشكل ديال البطبوط. اين فوا كترميوها تتقلبوها، كتبقاو تقلبوا البنات مع هذاك القليب هكا المستمر راها كتنفخ ليكم. عاوتاني غادي نشدوها تاني غنقلبوها نستمروا بنفس الطريقه حتى غادي تبدا كتنفخ لينا. ها نتوما كما كتشوفوا. وفاش كتنفخ لكم من واحد الجهه وجهه اخرى راكم كتحاولوا انكم تحبسوا النفس هكا في هكا بواحد السباتيلا صافي. هانتوما كتشوفوا باش كتوزع هكا باش كيتوزع داك الهواء على الجهه الاخرى صافي. نستمر بنفس الطريقه البنات حتى غادي نطيبهم كاملين. وصدقوني البنات هاد الخبيزات راهم كيجيو زوينين، كيجيو خاوين من الوسط. سيرتو انكم تطرقوهم ما تجيش فيهم بابه. هانتوما البنات كان هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما كنوجدوهم صافي. هنايا غادي نقطعها هكا بالمقص عفوا باش غادي نوريكم الشكل ديالهم من الوسط. هذه البنات راه كانت تحلات ليا ولكن ماشي مشكل، نتوما غير بشويه عليهم باش ما يتحلش لكم هكا من الجوانب حيت مازال غادي نعمروهم. هانتوما شوفوا البنات كيفاش كيكون الشكل ديالهم. شتو كتكون البنات خاوين وخامرين مزيان، يعني كيكونوا زوينين البنات. وحتى فاش كتعمروهم هكا في العضه وداك الشيء ما كيجيوش هكا فيهم هذيك البابه، كيجيو خاوين. ها نتوما البنات شوفوا هادو البنات راه يمكن لكم هكا تعمروهم باي حاجه كيجيو من ألذ ما يكون. صافي البنات انا غادي نخلي هادشي جانبا وغادا ندوز هنايا نبدا نوجد الحشوه. هنا البنات عندي واحد الكميه ديال صدر الدجاج. نتوما البنات ديروا الكميه اللي بغيتو. الا كنتو غادي تعمروهم كاملين راه غديروا واحد الكميه زعما اللي غتكون لا باس بها. ولكن انا هنايا ما غاديش نعمرهم كاملين، غنحتفظ بهم هكا في الكونجيلاتور وفوق ما نبغي ندير شي حشوه نعمرهم هكا بها صافي. هنا خديت واحد الكميه ديال الدجاج عفوا البنات. هنا خديت واحد قطعتها هكا على شكل طولي صافي. و هنا البنات استعملت الصدر ديال الدجاج. انا غادي ندير واحد نص معلقه ديال الخرقوم عرق. هنا عندي واحد المعلقه صغيره مع مراش ديال البابريكا او التحميره صافي. هنايا البنات عندي واحد نص معلقه ديال الابزار. هنا عندي واحد المعلقه ديال السكينجبير. كيف ما كتعرفوا البنات الدجاج راه عزيز عليه السكينجبير، هو اللي كيلدو وتيخليه تيجينا بنين صافي. هنا البنات غادي نضيف تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الصويا ديال الصوجا او الصويا صوص. حتى هي البنات كتعطي الدجاج واحد كيجينا هشيش من الوسط وكيجي فيه واحد المذاق اللي واعر صافي. هنا البنات غادي نضيف واحد نص معلقه ديال الموطارد او الخردل عفوا البنات سمحوا لي. صافي البنات غادي نستمر هنا في نفس غادي نضيف ثاني عفوا البنات سمحوا لي ضربني البرد غير سمحوا لي. لقيت هكا تنضرب بزاف راه كتجهد عليا الكحبه صافي. هنا غادي نضيف واحد الفص كبير ديال الثومه اللي غادي نديرو هكا
هكا قطعوه، ولا المهم فاص ديال الثومه صافي. وغادي نضيف هنا واحد شويه ديال الملحه، ما تكثروش البنات الملحه حيت الموطارد كيكون عفوا الموطارد مالح. وهذيك الصويا صوص هي كتكون فيها واحد النسبه ديال الملحه. كما شفتوا انا درت غير واحد شويه حتى تبداو كطيبوها وذوقوا. الا كانت مسوسه راه زيدوا فيها الملح. انا البنات غادي نخلي هذا الشيء مرقد واحد ساعتين، ولا هو كل ما رقدتو هاد التالي ليله كامله كيجي لذيذ صافي. وغادي نخليه حتى من بعد وغادي نوجدو معاكم. هنا البنات درت هكا الدجاج ديالي على البوطه، ضفت واحد شويه ديال الزيت المائده صافي. وغادي نبدا كنشحر كلشي البنات مزيان. هانتوما كيما كتشوفوا معايا كنشحر داك الدجاج. البنات راه دغيا تيوجد، راه ما تيتعطرش. وغادي نضيف هنا واحد البصله صغيره اللي قطعتها هكا هكا شرائح اولا شنيفات هكا كما كتشوفوا معايا، بصيله غير صغيره صافي. ورقوها ما ترقوها وكيفاش ترقوها بزاف باش البنات باش منين ديروها تبقى هكا شويه باينه في الدجاج صافي. وغادي نقص البوطه البنات، غنديرها عوينه حيت ما غادي نزيدو لا ما لا والو. غادي نغطيها هكا وغادي نخلي هذيك البصله تدبل ليا ويطيب لي داك الدجاج ديالي. من بعد ما البنات كتوجد لينا كنضيفوا هكا الفرماج ساندويتش وتنغطيو عليها نتوما كما كتشوفوا. تنخليو هذاك الفرماج يذوب صافي. في هذا الاثناء البنات غادي ناخذ واحد شويه الخس، شويه مطيشه، شويه ديال الكورنيشو، شويه الزيتون، وشويه البطاطا اللي قليتها صافي البنات. وغادا نبدا تنعمر معاكم الساندويشات ديالنا. وهنا البنات خديت هكا واحد السلافه، درت فيها واحد شويه ديال المايونيز وشويه الكيتشوب وشويه الصلصه الحاره. هنا البنات كما كتشوفوا معايا كتجي البنات هاد الصلصه اللي كنخلطوا فيها الكيتشوب والمايونيز والحار تجي زوينه بزاف، كتجي بحال صوص الجيريا تقريبا، غير هذه كتجي لذيذه صافي. البنات غادي ناخذ هكا الساندويتش ديالنا، الخبز هانتوما كما كتشوفوا معايا. وغادي نبدا كندهن بهذيك الصلصه من الداخل صافي كما كتشوفوا. وغادا نضيف هنايا غادي نضيف واحد الخصه هكايا اللي كنكونوا قبل غسلناه وخليناه نشف البنات كما راكم عارفين صافي. وغادا نضيف عليه غنزيد عليه واحد الطريف ديال المطيشه اللي بطبيعه الحال قطعنا وحيدنا لها الزريعه ديالها. وغادي نضيف البنات شويه من داك الدجاج مع الفرماج. صدقوني البنات عرفتوا البنات الدجاج كيفاش كيجي مع هاد الفرماج كتجي فيه واحد التعليكه وابار تعليكه وزعما مع الفرماج والدجاج راه كتجي فيها البنات واحد البنه راكم عارفين الصويا صوص زعما وسكينجبير والخردل ديما البنات. الا بغيتو الدجاج ديالكم يجي بنين في اي عماره ولا هكايا حتى الا بغيتو ديروه هكا مع الدجاج ومع هكا مع المقارونيه ولا كما كنقولوا لي باط ولا ديما البنات الدجاج ديروا ليه الموطارد، ديروا ليه صويا صوص وسكينجبير الثومه اللي عندكم البصله بودره عشان البنات راه كتجيب الدجاج بنين بزاف. وهنا البنات خديت واحد الطرف واحد اخر كما كتشوفوا معايا ديال الخبز درت فيه نفس الطريقه البنات. كنديروا الخس الفريت المطيشه الدجاج، كنديروا الكورنيشو والزيتون. كيجي البنات راكم عارفين الكورنيشو راه بنين ومع الزيتون كتجي واحد البنه زوينه. وكندير واحد شويه ديال لاصوص من الفوق. غنستمر البنات بنفس الطريقه وغادي نوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي. وهنا البنات من بعد ما كيوجدوا الساندويشات ديالنا كنقدموهم على هذا الشكل هذا. يمكن لكم البنات الا ما كانش متوفر عندكم الدجاج كديروا الكفته ولا كديروا الصوصيص. المهم البنات انا غير عطيتكم زعما كفكره وزعما زعما كفكره هكا انكم توجدوهم خصوصا بالدجاج كيجيو لذاذ بزاف. كما قلت لكم اللي متوفر عندكم غادي ديروا هكا غادي يعاونوكم في رمضان كساندويشات هكا تحطوهم في الطبله شي حاجه اللي مالحه واقتصاديه في نفس الوقت. كنتمنى البنات هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وما تنسونيش البنات من لايكات. وكيف ما قلت لكم هذاك الخبز البنات غتعمروا الكميه اللي غادي نتاكلوا الكميه الاخرى تبارك الله على تيخرج. هو لهذيك الكميه اللي عطاتكم كتخرج لينا
9 ديال الخبيزات هكا. ملي تتقسموا البنات راه كتولي عندكم 18 هكا، 18 طرف. راه هما البنات كنظن انهم كافيين، وخصوصا فاش كيعمروا راه كيكونوا مشبعين. وشي حاجه اللي زوينه انا هنا قدمتهم البنات مع واحد كويس ديال العصير، ومع واحد شويه ديال الصوص الجيريا، وشويه ديال المايونيز اللي متوفر عندكم البنات. وصدقوني غادي يعجبكم بزاف. ما تنساوش ليا البنات اللايكات ولي كومونتير زوينين. دمتم في رعايه الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.